literally. الكلمة دي بتسمعها كتير جدا بمعنى حرفيا ومش بمعنى مجازيا، وده سوء التفاهم اللي حاصل عند ناس كتير. يعني في ناس كتيرة بتستخدمها بمعنى مجازي، يعني مثلا اقول لك انا حاولت اعمل كذا 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 literally ما قدرتش. فما بتستخدم كلمة literally اللي بتتنطق كده علشان حرف التي جاي بين صوتين متحركين، بنطقه زي الفلات تي او بيتنطق زي الدي الخفيفة شوية، فبقوله كده literally 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 literally. يا الله. استخدامها الصح هو حرفيا، يعني لما تيجي تعبر عن حاجه بشكل حرفي. فمثلا ممكن تقول I literally couldn't do it، يعني انا حرفيا ما قدرتش اعمل كده، مش مجازيا بقى وكلام من ده، لا حرفيا فعلا ما قدرتش اعمل كده. فبالتالي ده استخدام كلمه literally. بعض الناس بتنطقها literally وبعض الناس بتنطقها literally، عادي جدا ممكن تنطقها بالثلاث طرق، ولكن literally هي اكتر حاجه ممكن تسمعها في فيلم اجنبي او تسمعها في بودكاست او تسمعها في برزنتيشن، فعود لسانك انه ينطقها صح.